السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكيد أنكم سمعتوا بالشاعر السعودي الذي سب المغربيين وقال فيهم أبيات رذيلة وأبيات طالع نازل، وقال الذل منسوب إليكم والكرامة ضاعت منكم ومثل هذا الشيء. أنا رديت عليه بهذه الأبيات، ولكن هذه الأبيات لا تخص كل السعوديين، فقط هذا الشخص. يعني أنا ما أعم بأبيات كل السعوديين، فقط هذا الشخص. السعوديين على عيني وراسي. بس بالأول بنسمع ايش قال هذا الشاعر السعودي، بعدين تسمعوا ردي عليه. وعليكم يا شاعر العار والذل. فأما الذل منبوذ لدينا، وأما العار مردود عليكم. أمازيغ هربتم من عروبتنا، فصار الذل منسوبا إليكم. فلا ترمي الأسود وأنت قط، فلا شيء يرد السوء عنكم. وقبل من يساري رأس ظفري، أعيد إليك مما ضاع منكم. اللي تقوله يا مغفل ما يصير، مهما كبر حجمك عتتبقى صغير. أقوالك اللي تجعلك إنسان حقير، ولا أفضل أقوال ما هي للرجال. ما تستحيل ما تقول هذا الكلام يا شاعر العار يا قليل الاحترام. التربية ذي مستحقة للملام، يا حيف من ذا التربية ذي هي زوال. لو ضايقك حد رد له هو بالخصوص، ولا تعم الكل يا طبع البسوس. المغربيين تاجي في فوق الرؤوس، افهم وركز واحترف هذا المقال. لا كنت عم الكل في وقت الغضب، لأن السعوديين والمغرب ذهب. خلي كلامك يا مغفل في جنب، هذا اسمها فتنة، وفتنة بأي حال. اللي تقول الذل فيهم مستقر، الذل هو غير فيك وحدك يا قذر. المغربيين يا أخي كم من نمر شموخهم مثل الرواسي والجبال. لا عاد تقول إنك سعودي يا ولد، حرام إن أنت تكون من ذا البلد، لأن السعوديين هم كم من أسد، ما أنت ولا تسوى ولا حتى نعال. على العموم خليك رجال محترم، المغربيين الوفاهم والكرم. واللي يقوله شاعر العارك تحم، أقوالها اللي ما تجيب إلا الجدال. سلامتكم.